السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. لمن فاتت مباراة المغرب التطواني والجيش الملكي، فالمباراة انتهت بهدفين، يعني مقابل هدفين. ف يعني التعادل، مما يعني التعادل، والجيش يتعثر أمام الرجاء. يعني فالرجاء يتصدر يعني البطولة مشاهدي الكرام. لمن فاتت المباراة في هذا الملخص، لكن أول مرة تمر على القناة ديالنا دعمونا بلايك واشتراك حتى نوفقكم دائما بجديد. وإلى عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. الانتصار في الديربي وتعادل الجيش الملكي يضعان الرجاء في صدارة الدوري. فاز نادي الرجاء الرياضي على غريمه الوداد الرياضي بهدف مقابل صفر عشية اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي في مدينة برشيد، ضمن الجولة 29 من الدوري الاحترافي للقسم الأول لكرة القدم. وجاء هدف التفوق للرجاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، إذ نجح اللاعب آدم نفاتي في تسجيل من ركلة حرة مباشرة. وقبل صافرة النهاية نال أمين أبو الفتح وسيف الدين بهرة لاعب نادي الوداد الرياضي البطاقة الحمراء ليكمل فريقهما مباراة الديربي منقوص العدد. من جهة أخرى تعادل فريق الجيش الملكي أمام مضيفه المغرب التطواني اليوم الأحد أيضا بنتيجة هدفين في كل شبكة، بعدما أنهى التطوانيون الشوط الأول منتصرين بحصة 2-1. وسجل باتشي الهدف الأول لصالح المار، وبعدها تمكن أمين زحزوح من إدراك التعادل للجيش الملكي، ثم عاد محمد رضواني لتوقيع الهدف الثاني لصالح الفريق التطواني. وفي الشوط الثاني عادل زحزوح أيضا عادل زحزوح أيضا الكفة للعساكر. جدير بالذكر أن التفوق في ديربي البيضاء رفع رصيد الرجاء إلى 69 نقطة في صدارة الدوري، في حين صار الجيش الملكي ثانيا برصيد 67 نقطة على بعد دورة واحدة من نهاية الموسم. مشاهدي الكرام، وإلى خبر آخر.